على شيخ عامل الاخبار. الحمد لله، اتفضل. كنت اصلا كان في حد كان واخد مني فلوس ومشغلها معاه في دوله الكويت، وهو كنت طالبته في الحاجه دي. طبعا هو عشان قريبي ما كنتش في بيني وبينه اوراق يعني، وما احنا قرابه وكده فامان يعني مع بعض كده. فجي بعد فتره كده يعني هو توفى طبعا ربنا يرحمه، بس هو عايش. قال لي ان ما ماليش عنده حاجه، فاكتشفت ان هو يعني اتجاه فكره المخدرات كده، وبقى شايف ان الموضوع انا ماليش عنده فلوس يعني، وانا ما كنتش كاتب ورق. فلما جيت طلبتها منه قال لي مالكش عندي حاجه. جه بعد كده دخل مصحه وتعادل وكده وجه وكتب على نفسه وصلات اغلب المبالغ اللي هي بتاعتي. بعد كده رجع تاني نفس الموضوع. خدت انت الوصولات؟ خدت وصولات؟ الايه؟ انت الان كنت اعطيت واحد في الكويت مبلغ لتسجيله وما كتبت اوراقا، تمام. اتجه لطريق منحرف وقال ليس لك عندي شيء، اتجه للمخدرات. بالظبط، بس اول ما كتبش اوراق. ما انا فاهم الكلام، من الاول خالص من البدايه. ما انا فاهم، انا فاهم كويس انه ما كتبش اوراق من البدايه. فبعد كده ما تسيبني اكمل كلامي. طب اتفضل حضرتك. انت الان تقول اعطيت شخصا قريبا لك مبلغ من المال، تمام، وللثقة وللقرابة قلت أنا ما أنا كاتب ورق، أو هو رفض يكتب ورق. مشيتم مدة، بعدين قلت انحرف هذا الصاحب أو القريب واتجه المخدرات. تمام. وقال لك ليس لك عندي شيء. تمام. ثم بعد ذلك فاء شيئا ما وكتب أوراقا. تمام. كتب لك الأوراق واستلمتها. تمام، موجودة معايا. طيب الحمد لله. إيه المشكلة التي عندك؟ أنت دفعت فلوس وأخذت أوراقك، إيه المشكلة؟ ما هو لما هو بقى حضرتك توفى، هو مات. نتكلم بقى. توفى. ايوه، ماذا حدث؟ طالبنا بقى الورقة، بس لا ما فيش، ما شفناش، ما عملناش. هو اصلا اكبر حد فيهم 16 سنة، هو اصلا مش بيعلم بده. يعني انت بس خلاص قضية تسمع من الاطراف. لو سمحت عايز اسالك سؤال. مبارك، اتفضل. بقول لحضرتك يعني انا اتجوزت. تزوجت مش اتجوزت؟ أيوة. تزوجت. فالمهم جوز واحدة جارتي. تزوجتي زوجة واحدة جارتك. وهي ما تعرفش، انا كده ظلمها. انت غشاش انت وزوجك. يعني كده في ظلم؟ في غش. انت ترضي زوجك خلاص تزوجك الان، يتجوز واحدة جارتك تاني وما انت ما تعرفيش؟ لا، ما هو هيقول لها. طيب وانت ليه؟ ظروف اليومين دمت، فمش هينفع نقول لها. ليه؟ لماذا؟ ايه؟ لماذا؟ عندنا ظروف، احنا ما قلناش لحد. لازم تقول لحد. ما هو في ناس عارفة. اعلنوا الزواج، اعلنوا النكاح. ماشي، بس هي ما تعرفش. يعني عشان هي حامل وكده فهي ما تعرفش. بس يعني منعني الخبر عنها حتى لا تجهض لغاية ما تولد. اذا كان دي نيتكم يعني ايه؟ اذا كانت هذه نيتكم لكم نيتكم، لكن الناس تعرف. ما هي دي النية. انا برضك خايفة عليها، فانا ما رضيتش اقول لها، يعني ما رضيناش نقول لها لغاية ما تولد. طيبة جدا يعني، رؤوفة. إيه؟ رؤوفة انت يعني، من تزوجتي زوجة جارتك انت رؤوفة يعني. هو مش ربنا اللي محلل الجواز؟ ما حلل، هو حلل الاعلان. الاعلان موجود، بس هو ربنا حلل الجواز. انت زوجتي بولي ولا بدون ولي الاول؟ بولي. الحمد لله. سجلت الحمد لله انه بولي. سجلتم الزواج؟ الحمد لله حمدا كثيرا ايضا. خلاص ان شاء الله لما تولد تخبروها ان زوجك تزوج عليك. بس هو كده في ظلم؟ انا كده ظلمها؟ لا مش هنقول ظلم، خلاص يعني خلاص مش ظلمها، ليست بظلمها الا اذا كنت بقى دخلت البيت عندهم وغزلتيه وغزلك والعمليه لخبطت، تبقى يعني في على العموم عفى الله عما سلف والزواج صحيح، واذا ولدت ان شاء الله اخبروها ان زوجك تزوج عليك. السلام عليكم. ايها العابر ماذا عندك؟ ماشي. طبعا انتصارات النساء لبعضهن البعض لن تجد امرأة تنتصر لها، لكن الانتصار سيكون للأولى، لكن مفترض ننتصر للشريعة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.